كل مرة بتكسب فيها عقلك بتقرب خطوة من أفضل نسخة منك. بس السؤال هو إزاي تكسب عقلك؟ كلمة السر هي الرياضة مش بس هتغير شكل جسمك، هي كمان هتغير فكرك وكل عاداتك للأفضل. صحتنا هي تاني أهم حاجة بعد علاقتنا بربنا، وده اللي خلاني أدرك إن الرياضة هي المفتاح اللي بيغير مش بس جسمك لكن كمان عقلك وكل عاداتك. في الأول كان صعب جدا التزم بأي حاجة، أصحى بدري مستحيل، أكل هيلثي 2 مستحيل، ألتزم بخطة يومية ده مش أنا أكيد. لكن كل ده بدأ يتغير لما قررت آخد أول خطوة صغيرة جدا بس كنت ملتزم بيها. قررت أبدأ أجري ولو 10 دقايق. لما تجبر نفسك تنزل تجري أو تروح الجيم بتلاحظ إنك مش بس بتتمرن، أنت بتعلم عقلك يتحكم في جسمك، وبتبدأ تفكر لو قدرت ألتزم بالتمرين النهاردة ليه ما التزمش كمان إني أظبط أكلي، ولو قدرت أكمل جري رغم التعب ليه ما نظمش وقتي واستفيد بيه أكتر. هتلاقي بقى في دليل قدام عينيك إنك قادر تعمل حاجة صعبة ما كنتش تتخيل إنك تعملها قبل كده. والعادة بتجيب عادة. مع الوقت بدأت أتعلم الانضباط، ولما الانضباط دخل حياتي فجأة أكلي بقى أنظف، نومي بقى منتظم، مركز في شغلي أكتر. طب إزاي تبدأ؟ ابدأ بخطوة صغيرة مهما كانت بسيطة وركز على الاستمرارية. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اجري، روح الجيم، اتمرن في البيت، المهم إنك تبدأ. وافتكر دايما إن كل مرة بتكسب فيها عقلك بتقرب أكتر من حياة أفضل.